يا تواسى اللي عذبوكم، يا تواسى اللي قهروكم، يا تواسى اللي غبنوكم، يا تواسى اللي سرقوكم، اتنفسوا الحرية. شعب تونس اهدالنا الحرية. يحيى شعب تونس، تحيا تونس العظيمة، تحيا الحرية. يا تواسى ما عادش خوف، بان عليها رب، بان عليها رب الشعب التونسي، بان عليها رب، بان عليها رب، بان عليها رب. نهار 14 جانفي كنا الناس الكل شعب تونس شعاراتنا كانت خبز، حرية، كرامة وطنية. كنا الناس الكل يد واحدة، كنا منسجمين، كنا الناس الكل في الدين، الناس الكل قلوبنا معبية، الناس كنا نحبوا بالحق نفسها الحرية بتاعنا. بالرسمي كنا الناس الكل كانت عبارة حسن واحد باش تولد من جديد. كنا عباد تحب تنحي الفساد، تحب تنحي القهر، تحب تنحي النقطة الكحلة اللي في قلوبها. الحاجة نهار 14 جانفي اللي خلاتني بالنسبة لي خاص انه الاحساس اللي كنت نحكي عليه، وانه الشهداء اللي طاحت، والحاجة اللي صارت معناتها الثورة اللي صارت في البلاد هذه، عبرت فيه عن اني كنا في حبس، كنا 23 سنة مسكرين علينا باب الحبس. النهار هذاك حبيت نعبر ونوصل بيه ميساج انه رانا عندنا الحرية، رانا نجموا نخرج من الحبس هذاك، رانا نجموا نعيشوا بسلام وباطمئنان. التصويرة كانت تاع القفص عبرت فيها في حاجات حسيت بها، في حاجات عشتها، في حاجات شفتها، في حاجات تعدت علينا في تونس، في الفساد والارهاب والشهداء اللي طاحوا، العباد اللي قلوبهم معبيه زواوي، اللي ما لقاش الخير، اللي ما لقاش دربه في بلاده. في الكاسرين ماجازان جنرال عرضها واحد يا حاج هاي مبروك عليك التلفزه، قبل صار لي تلفزه مش بلازما ويا بلازما كسرت واحده اخرى تسرق في الشراب، واش تعملي بيه؟ قالت له ولادي فدوا من الكور خليه على الاقل يبرد قلوبهم شوي بالشراب. معناها شوف انت العبيد لوين وصلوا، عبيد راه يتهمش توا هذاك اللي براكي وكل شيء يا خوينا والله يبراكيني المد
كان جا لاقي خدمه راهو ما يبدلوها. رسمي الشعب التونسي راهو عنده الحق يفهم. علاش؟ خاطر كي انت تحب تكسب الشعب التونسي تخدم بلادك بالحق ما تسرقاش، ادخل في كل دار، عاون كل زوالي، عاون كل نسير، اقف مع العباد، سهل المأموريات للعباد حتى المتوسطه. ما فماش حتى مشكل، ما فما حتى مشكل، بالعكس العباد تزيد تحبك. فاتح بتاع الشومبر 500 فرنك. مش متاعي راه جينا مش متاعي تاع صاحبي. علاش تشري فيه؟ يا اخي هو نتاع صاحبي خاطر ما فميش. ما نغلاش ناير، ما نغلاش ناير. اصبر راي ما نغلى المعيشه. دخان زادوا فيه، خبز تليفون تحب نوري لك قداش فيه فلوس. هذه العليس التونيزيان الا 484 فرنك، فهمتني؟ تضرب بالاربع ايام باش تصير 5 ايام. 5 ايام هاي 400 تصير 5 ايام. عندك باش تكمل دارك، تسال على دارك، باش تسال على شويه يا جماعه القصريه وصلنا مشينا للشعان قريب علينا قريب ياسر. نحن نطلع معاك من الشعان وما يصيرش نحن نعفسوا على الغم ونتفجروا نحن. فهمتني؟ يجي واحد يقرا معايا فهمتني لا سلفي يعمل لي الحريه شنو هذه ويلزم معناه يلزمني نشدوها نحن الحكم ودرا شنو. اخويا اصنع روحك انت وبعد راح شد الحكم يعمل لي ما فماش ارهيب. تعمل احتفال الثوره ما عادش يحب يحتفلوا به، من البارح يحتفلوا بكل شيء. علاش باش نحتفلوا بالثوره؟ شفنا منها نحن سرقونا راه زاد سرقونا في التاسيسي كيف القاسرين سراقه ولا حاجه رامي هذه راهي فهمتني ولا هو حتى اللي يشدوه هنا واللي يشدوه في سوسه راك سريق منين من القاسرين فهمتني جيس باش يشوهوا برك سمعة البلاد. بلاد القاسرين وشباب القاسرين كلها راهم لاباس عليه لاباس فهمتني ولا قايد عليك حريه قايد ان شاء الله. وتحيه لكل عائله نتاع شهداء في القاسرين، وتحيه لكل عائله نتاع جرحى في القاسرين واهالي القاسرين جمله، وان شاء الله ربي يخليهم ويحفظهم وربي ينصرهم، وان شاء الله باش نكمل مشوار وما نأيسوش جمله بحول الله. ان شاء الله لين نموت ان شاء الله عايش خويا يا ربي يخليك وانا فرحان برشا. عايشك يا ربي يخليك ربي معاك. كنا نتخيلوا بعد 14 جانفي ان كنا احنا في البلاد بعد عملنا الثوره هذيا بعد ما ربي المخلوع هذه ان احنا باش نعيشوا بسلام. انا واحد من الناس كان حلمي وكان الخيال نتاعي هو انه تونس تعيش خير من هكا، وان الناس الكل تبدا فرحانه، وانه الخير باش يغم على العباد، وان بلادنا باش تتصلح وباش نحكي فيها كعباد معناتها كرجال في البلاد. مي حسب ما شفت الاحساس هذايا معناتها ما تحققش. بعد 14 جانفي كنت نحس ان تونس بلادنا باش تعمل بها الخير، ان تونس باش تتصلح، ان تونس باش تنحى منها الفساد، باش تنحى منها السرقه، ان تونس باش تكون حاجه فيها معناتها حلم. كان حلم كبير بعد 14 جانفي انه باش تنحى الفساد، تنحى السرقه وتنحى غلاء المعيشه، انه باش تعاون كل زوالي، انه كل انسان بطال وكل انسان زوالي باش تحل في وجهه العباد، ان بلادنا باش تولي بلاد الخير. رينا برشا الكل برشا حاجات الفقر عمل فينا مشنا معناتها باري انا برشا بالحومه هنا الفقر ما قدروش مساكن باش يعيشوا من الفقر، ما تلفتنا حد ما تلفتنا حد. هذا هو الواقع والانتوراج اللي عشت فيه هنا اللي خلاني انا بالحق نهار 14 جانفي لا خوف لا رعب لا حد شيء، اللي لازم نفصل الداخليه وكل ديجاج بين عليه. هذا يا مراد
هذا هو مولانا القفص الحقيقي تاع 14 جانفي اللي تسلفته من عنده هذايا هو تعرفون هذايا صبرون القفص اللي طلع 14 جانفي وعطاه برشا تعبير وبرشا ميساجات حلوة. بعد 23 اكتوبر المطالب اللي طلبناها والحاجات اللي على الثورة اللي كنا حاجنا بها ما تحققتش. غلات المعيشة، زاد الفقر برشا، كثرة البطالة، ولا عبد قفة كانت 10,000 تعبي قفة تو ما عادش قفة ولا ديما فارغة. وانا نشوف في برشا حاجات جديدة، إرهاب، فساد، تكفير، ولا درابو تونس اللي هو درابو بلادنا، كفر، ولا تحية العالم متاعنا، تحية بلادنا، كفر، نشيد كافر. واللي هي الحاجة اللي وجعتني ياسر واللي تصدمت بها أنا ياسر إنه اغتيال رفيقنا خونا شكري بالعيد الله يرحمه. تقتل باش تشوف معناتها في البلاد كيفاش تقتل قدام دارو ومرته وصغارو واستعمال كرتوش معناتها وعملية منسقة ومخططة. هذه حاجة حاجة توجع برشا برشا برشا. وشكري راهو ما ماتش، شكري راهو في قلبي مازال في ذهني، ونقعد نتفرج ديما حتى في لي سيكونس اللي يصورهم هو واللي بلاتوات. رفيقنا وخونا محمد البراهمي اغتالوه ب 14 كرتوشة وقدام صغارو وقدام دارو. وبكى الفاز هذيك معناتها زد توجعت قلوبنا اكثر واكثرين، زد حزننا اكثر واكثرين، زد اكدنا بالرسمي انهم هما حاجتهم بالكراسي وحاجتهم بالفلوس في البلاد. زد اكدنا بالرسمي انهم راهم راكبوا على الثوره نتاعنا وانهم راهم بالحق سرقوها صحيح الثوره نتاعنا. الناس ولات ما عادش تحب الثوره، ولات ما عادش تحتفل بالثوره، الناس ولات تكره الثوره، الناس ولات عندها احباط ولا عندها يأس، الناس ما عادش ضايقه تعمل ثوره، الناس فلت قلقت، الناس ما عادش تنجم. ولات ديما يقولوا كيما برشا عباد اسمعهم يقولوا هو عملنا ثوره باي وقتاش. بالرغم من الاحباط هذا وبالرغم من الفقر وبالرغم من الميزيريا والتهميش هذا والبطاله، بالرغم من الوجاعه نتاعنا اللي قاعده في قلوبنا نتاع شهدائنا، وبالرغم من الوجاعه نتاع اللي حرقوا واللي ماتوا في الابحار، بالرغم هذا الكل، بالرغم اليأس والفده هذه كلها كل شيء، احنا رانا ماناش باش نأيسوا. احنا عشنا حراس في بلادنا وتولدنا حراس لبلادنا باش ندافعوا ونحاربوا على ترابها وتراب اجدادنا. احنا اللي دمنا باش يبقى ديما دمنا في بلادنا ودمنا ما يسيكن بحول الله على بلادنا. كما خرجنا من قفصة من عليه بحول الله باذن الله ان احنا ماناش باش نأيسوا وباش نواصلوا مشوار ونضال ونخرجوا من القفص هذا اللي حطونا فيه اللي يحكموا تو. تحية تونس.